تخيلوا أنه هاد الأطفال اللي حاضرين معنا في البرنامج قضاو ليلة الأمس داخل شاحنة قمامة. نعم، هذا الواقع المزري وهذه المأساة لما يعيشوها هاد الدراري. سيدي مرحب بك، مرحبا بك معنا في البرنامج. إن شاء الله. كيفاش عطيت تقدر عندك شجاعة وتقدر ترمي ولادك؟ خلاص درت الماكسيموم عليهم، حياتي ابوندونيت على جالهم. وهذا قليل تابوندوني حياتك على جالهم، قليل واش راك دير؟ لانه اسمح لي تتنصل من الابوه ومشاعر وكل شيء باش ترمي ولادك. يعني اسمح لي قضيه صح صادمه، كيفاش حيت ترميهم؟ تديهم يماهم، مش الحضانه اللي تديهم يماهم هي اللي ملزومه ليهم. الحضانه ربي سبحانه مدها للام. نعم، يعني يماهم رماتهم. النهار الاول كي طلقت انا وياها في 2003 كي قالت ما نديهمش ديتهم انايا، كانت مديتني هذيك الرأفه. كيفاش هي ما تديهمش انا ما نديهمش، انا ديتهم ودرت اللي عليا. يعني الحضانه بعد طلاقكم الحضانه 2012. نعم، الحضانه رحت ليماهم. لا رحت لي انا. رحت ليك انت. كي طلقنا في 2012 ديتهم انايا ولادي. بعدها قالت لي ما نديهمش ولادها، كان ندي ولادي انا. ديتهم ولادي انا عن بالي، درت في حسابي كنت نعاود الزواج نجيب امراه تقوم بهم ايش نورمال كايها الناس. بعد ولينا في عفايس بزاف. وكيفاش رحت الحضانه للام؟ كيفاش عاود رجعتهم لها؟ يعني حتى الام تجردت من كل شيء ورمات ولادها. يرحم والدي. انتم كانوا عندكم 4 اطفال؟ كانوا عندي 4. واحد ربي يرحمه توفى. واحد مات. تحكي لنا كيفاش مات هذا الطفل؟ هذا مات بسبب الاهمال، ميناجيت حمى. رماته في الجامع؟ رماته في الجامع. اذا مشاهدينا كيما راكم تسمعوا يعني يماهم رماتهم، واحد كان صغير انذاك، واحد رماته في الجامع. في الجامع مات. الشيخ كيفاش كيتسمع هذه الامور؟ كيفاش حبيت؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. لأن منذ أيام كان جاس في الحصة عندنا يعني عائلة حابين يرموا أخوهم الكبير الأعمى الكفيف الشيخ المريض، حابين يرموه. واليوم يجوز عندنا رجل حاب يمد أولاده وعنده طفل مات لأن الزوجة نتاعو عجزت ولا ما حبش تقوم به، راحت حطاته في المسجد. شحال في عمره؟ حطاته كان في عمره 8 شهور. طفل في عمره 8 شهور حطته في المسجد ومرض ومات. قل لي بالله عليك، أنني حاب نسألك، يعني الآن أنت يا جاي باش تمد أولادك اللي يديهم، هذا الأولاد ما عندهم خوال، ما عندهم عموم، ما عندهم جد وجدة. يعني خلينا منك أنت وزوجتك، العائلة الكبيرة نتاعكم وين راهم؟ خوالهم ما يحملوهمش كاع. ما يحملوهمش أيضا. قالوا لهم غير ولادهم ما يدوروش هنايا. وانت على ما تزوجت وجبت مراه تقوم لك بولادك؟ تزوجت انايا موراها تزوجت 3 شهور الاولين. قالت لي كي ديرهم في دمي نحي دمي، ما حبيتش تربيهم. قالت لي كي ديرهم في ماء زمزم ما نشربهمش. انت حسين، انت حسين مزوج 6 خطرات. 6 مرات. 6 مرات؟ في كل مره تطلق. علاش الاولاد؟ لانه زوجاتك يرفضوا باش ياخذوهم. انت الان راك مزوج؟ راني مزوج انا. الزوجه هذه الاخيره قبلت لك ما حبتش. وعلاش ما طلقتهاش؟ خلاص وين تبغى نطلق انايا ورايح. عندك معها اطفال؟ عندي طفله. طفله شحال في عمرها؟ 10 شهور. ما ترميش بنتك هذه؟ شكون؟ تاع 19 شهر ما ترميهاش؟ شكون اللي يرميها؟ انت. ما نرميهاش، عندي امها. وعلاش ترمي ولادك وما ترميش الاخرى؟ وانا الحضانه ليا لايا. انا مراه، الدور تاع المراه وشنو؟ نعم، وانت كذلك اب. بصح انا درت اللي عليا. يعني انت بنتك جديده تاع 10 شهور ما ترميهاش، هذوما مساكن ترميهم لانه بكل بساطه انت ساكن عند زوجتك السادسه. يعطيك الصحه. يعني تخاف تحوزك من الدار؟ مش نخاف نحوزني من الدار، لازم نطلق انايا ويماهم حيه ترزق بصحتها لبس عليها. وراها القانون هذه وش راح تولي هذه فرعون هذه المراه؟ ماشي وراها القانون. ورا هذه المراه هذه راح تولي فرعون هذه المراه. يعني انت كذلك يا كيفاش الكوميسار رحت ديبوزا بيا بلانت ولادي عندي ورحت دارت لي الاهمال وانا عندي 20 جور من اللي رجعتها الحضانه. شوف كيفاش. يعني الان هاد الاطفال اللي هما نعمه من عند ربي سبحانه، يا تديهم يماهم تتكفل بهم وانت ترميهم. انا مستعد نخلص. زيد قول لي حاجه الله يرضى عليك، انت ساكن بت في عندك دار مع زوجتك، كيف اولادك يباتوا في شاحنه تاع الزبل تاع القمامه؟ فهمني هذه ما قدرتش نفهمها. هذه كيما عيطونا في الكوميساريه. عندك دار؟ عندي دار. عندك دار. علاه ديت ولادك يباتوا في الشاحنه تاع القمامه؟ يا شيخ ما حبيت تقبلهم حتى مراه، هذو الذراري اللي وصلت على جالهم المحال. مراتك ما قبلتهمش؟ ما حبيت تقبلهم حتى مراه،
شو هذا الشعور ترقدوا في شاحنه تاع قمامه؟ بصح علاه ما تديهمش يماهم؟ اتصلت بيماهم هذه؟ اي دايره الرونفوا يماهم، راحت لوهران هاوليك شخصي وليدي واش نقول لك، رحت مع وحده لوهران والحضانه في اسمها، دوكا هي في وهران بصح وطالع عليا كلش هنايا. تسمى كيفاش ورحت درت مع الكوميسار قال لي شوف، قال لي انت كديهم، قال لي هي تروح تعيش حياتها، ولا قال القانون قال انا من اللي خلقت الدنيا كي طالق امراه وراجل شكون يدي ذراني؟ نعم استاذ. نعم تديهم المراه. اسمح لي استاذ، الحضانه للام، هذه الام تخلت على اولادها وراحت لوهران كما يقول طليقها. اذا ثبت شكون راح بانها، يحمي هاد الاطفال؟ اذا ثبت الشيء هذا هي مرتكبه لجريمه، لانه شكون يدير الحضانه؟ هو الانسان اللي يقوم على تربيه اولاده ويحفظ لهم الصحه تاعهم ويبعدهم عن الخطر وكثير من الشروط. يعني انتم تحدثتوا على جنين في المسجد توفى، ومرت القضيه كانه شيء لم يحدث، يعني توفى ورحت مصالح الدوله اذا ثبت حقيقه بين الام هي اللي رمته في المسجد اولا. ثانيا كل ما يتعلق الامر بقضايا الاطفال نعاودوا نحكيوا نفس القصه دائما. يعني وين هي الدوله؟ كي نقول لك الدوله انا نقصد مصالح الدوله اللي تهتم بالطفوله. يعني كل يعلم بان الدوله لا تهتم، يعني خطابات فقط، يعني خليني نقول لك بصراحه مجرد كلام. في كثير من الحالات قلت وين لازم مراقبه دوريه، يعني القاضي اللي مد الحضانه للام هذه هل تاكد بلي الام هذه اهل للحضانه؟ انا متاكد بانه تعامل مع ملف مع وثائق، يعني الاب تنازل الام خذت الحضانه ما راحلوش هو، والواقع راهو امامك. يعني ما نقدروش نقولوا كلام اكثر من هذا. انت كيفاك مستعد تمد اولادك؟ يعني فهمني. ندهم انايا. هذو اولادك شغل صبعتين يديك تقدر وين تمدهم؟ نديهم انايا؟ وين انا دمرت حياتي على جالهم انايا، المحاكم كاع يعرفوني، الشروعات كاع، تروح سعيد حمدان يعرفوني جوجه بجوجه. انت تزوجت 6 مرات بنيه انك تجيب مرات تقوم لك بولادك. سي نورمال، انا لو كان جبت امراه قامت لي بولادي واش نزيد؟ يعني انت لو كان طاح في وحده اللي تقبل بولادك ما راكش في مشكل. سي نورمال. ولكن هذا الستة اللي زوج بهم كاع قلت لهم اللي عندك اطفال، وعلاه كي يجوا يروحوا؟ يقول لك النهار الاول نقبلوهم ونديروا منا كلش، الاخر تزوجت من الجلفه. وديت ولادي حتى لثما ويتيمه هذه طفله ومنا وكلش، قالت لك انايا تربيت يتيمه ونحب اليتامى ومنا وكلش. جات الشهر الاول ما عليناش، خليناها الشهر الاول لا جات جديده ومنا وكلش. من بعد موراها درت معها بنت الناس دراري نضرب 12 ما يشربوا حليبهم ما يمشطوا شعرهم. قلت لي انا جيت نعيش حياتي. اتصلت بباباها قلت له ها شوف بنتك هسي، قال لي دير لها خديمه. دير لها خديمه. وانا خسرت عليها 40 مليون شهر واحد، 40 مليون. تسمى الدراري هذا واش تخدم انت؟ خدم سائق. سائق تاع شاحنه. شاحنه. مين جبت هذا 40 مليون يعني؟ وكنت كوميرس بزنس. تخدم يعني شاطر يعني. يعني انت رجل كسوب يعني ما نخدم الحمد لله البزنس اي احسن بزنس. نعم. كنت برزقي لبس بيا الحمد لله. نحن لحقت وين. نعم حسين، انت ما بما انه وليدك توفى في الجامع ماكش خايف على هاد الاطفال يكون مصيرهم نفس الشيء؟ سي نورمال كيفاش مانيش خايف عليهم. عن بالك انت ياك راني نقول لك انا نمد ولادي عن بك راح نمدهم في كل فرح وسرور. هكذا باش نديرها اللهم يتحرك القلب تاعها، يتحرك الكبده تاعها. نعم. تقول لك كيفاش. اسمح لي نخشوا الامور بعقل. معليش. خلينا من الكبده تتحرك والكلاوي والمصان واين نروحوا الصح. بالك هذه المراه ماهيش قادره تقوم ب3 اطفال. هذا مش قادره تقوم بها. هني وعلاه مش قادره؟ لا على ماهيش قادره. ولكن شيخ الان ما تكونش على حساب واش يحكي هو، المراه هذه القضاء كلفها عن طريق الحضانه، يعني المسؤوليه عندها حق الحضانه والولايه. واش قلت انت؟ القضاء يكلف بلا ما يدير تحقيق في الواقع. هذه معروفه هذه، انا مانيش نجيب كلام من نفسي. تعاملوا مع وثائق اداريه. اعطاو الحضانه للام هذه لانه هو تنازل الحضانه، اعطاو الحضانه للام، الان الام قبلتها خرج حكم قضائي. الان هي المسؤوله عنهم، يعني حتى هو ما عندوش الحق انه الان يتنازل عن هؤلاء الابناء لانهم ما عاودوش يطولوا الحضانه. لا ما عطاولوش لانه الحضانه عندهم. شرع وديت الحضانه. لا هي داتهم الحضانه. يعني الى اللحظه اللي تكلمنا الحضانه راهي للام قانونيا. شوف باش تعرفها الحضانه راهي للام، هي في وهران تحوس. وشكون الكونتر انا من طالع؟ الكونتر طالع عليك. والكونتر تاع الدراري شكون يخلصهم ساكن كي يكونوا عايشين برا؟ قل لي انت علاش تنازلت على الحضانه؟ كيفاش؟ خلاص ما قدرتش نحومش. يعني كي انت كي الام تاعهم في زوج سمحتوا فيهم؟ ما قدرتش انا درت اللي عليا عند ربي. هم ولادي شخصيهم قولي لهم. اسمح لي اذا هنا ما تحاسبش الام لانه انت نفس الشيء درته. الحضانه كانت ليك وتنازلت عليها. عطيتهم ليماهم. وليماهم تانيك دارت نفس الشيء. صح ملزومين ليماهم. يعني راكم في كف واحد. اللي خلقت الدنيا شفنا الحضانه للام.
الحاضنه الام دور المراه بالك هي اللي تربي ماليها الأولاد. تعرف أو اسمع. سبحان الله انني ندير لك واش انا الاخ نربي. اسمح لي، بالك ماليها تعرف كاين عاده في الجزائر يقول لك كي تطلق المراه اميل اولاده كما لا يقولوا. لا لا احنا التقاليد تو على اي مرأة طلقت تدي ولادها تضرب عليهم النشاف يعني ماشي عليها تضرب الضغط عليهم، هذه تكبرهم. الأم. يعني كي مطلقاها هي اللي تحمل كل شيء. هي كل شيء. نعم. احنا عندنا الراجل يخلص يربح ربح، عنده حق الزياره كما قال القانون. والاب ما يقدرش يقوم بولاده. كيفاش يقوم؟ يكفي انه فقط يصرف عليهم وخلاص. يقوم بولاده والأبوة، في دور حالة الأبوة تكون وكل شيء الزوجة أكيد. تاعو متوفية، ثم يحب ما يتزوجش انت ديرها توفات، دير هاد الامر متوفيه، آه. ما تقومش بولادك. أي في الحياة أي ترزق صحتها. عندها العائله في وهن. صاحبتها ولا ما على بالي. هو اللي انا نقول لك حاجه اللي شويه تخليني ما نلومكش بزاف، يعني صح التعبير يعني انك انت تزوجت 6 مرات وكل مره كنت تجيب زوجه في بالك باش تقوم لك بولادك. والحاجه اللي راك شويه عاجبني الله اعلم مازال مانيش عاود لك عاجبني ولا لا بصح انك انت طلقتهم على جال اولادك هكذاك تقول. نجيب لك بالاحكام. يعني انت اسمح لي جعلت اولادك فوق كل شيء. نورمال. يعني استاذي واش رايك انه يطلق على لا جال انا نفهمه. يعني هو قال لك انا ما نقدرش نعيش بدون زوجه، يعني هذا معقوله هذا. قنعنا لانه قال لك انا تزوجت 6 مرات، يعني غير مستعد لمغامره اخرى. طلق 6 نساء على جال اولاده، يعني او دار جهد باش يحافظ على. ولكن انا ما نلوموش هو، انا نلوم دائما في المواضيع المتعلقه بالطفل لما يكون تسيب، انا نلوم مصالح الدوله. لماذا؟ لانه مصالح الدوله هي مجموعه اجهزه. نعم. جهاز يتبع لجهاز. الطفل هذا ضايع، الاب تاعو الان ماهوش حاضن، هو ما عندوش حضانه. ولكن استاذ اسمح لي نقاطعك، الحضانه كانت للاب، احنا في كل مره نقولوا علاش لا ما هو نديرش الحضانه كانت للاب، لا لانه هو الام في اثناء الطلاق تنزلته على الحضانه، خلات طلبت من القاضي انه يمنح الحضانه للاب لظروف معينه، ولكن هو خذا الحضانه، ولكن بعد مده هو عاود نزلها الحضانه وقبلت الحضانه. هذا الشيء اللي وقع. نعم اذا وقع شيء هذا. المشكله نقول لك انا الان الناس في كل المجالات لما يعرفوا بان فيه تسيب من طرف مصالح الدوله، كل انسان ما يخافش التوابع، ما يخافش النتيجه، ما يخافش العقاب، ما يخافش ولا شيء. لذلك هي تروح تخلي الابناء وهو مستعد يخلي الابناء. وشكون هو الولي نتاعهم الان؟ ولكن استاذ اليوم الاطفال حياتهم في خطر، ما كانش بقوه القانون يلزموا هذه الام انها تتكفل بولادها، ما كانش ما يقدروش هو ولا يروح يدي أساليب. الابناء، هذا الابناء تاعو يروح لوكيل الجمهوريه. هذا الواقع، واقع الحال. يروح لوكيل الجمهوريه يدخل الابناء هذو، القاضي ولي من لا ولي له، لانه كما نقولوا في كل مره والناس يحسبوا باننا نتحدثوا خارج القانون. القاضي اللي يمد الحضانه لانسان لا ما يتبعوش. هنا ما يقدروش يسقطوا الحضانه على الام في ظل لا هذا ما يقدروش يسقطوا الحضانه، لازم يطلب الحضانه، يطلب يعاود يسترجع الحضانه. ولكن المشكله الان هو شكون اللي يقدر يدي الحضانه بعد ما الجميع رفض. يعني الام تحرفضت. ولكن انا كنت حاب نساله سؤال، انت عندك اخوه واخوات؟ عندي اخوه واخوات. يعني اذا قسمت ابنائك واحد على الاخوه والاخوات تاعك نظن الامر يكون مقبول بعض الشيء. لا ديبانو. لا يعني واش فيها، يعني لو اخت والله اخ تاعك، الله يا حبيبي. انا ما ندخلش روحي في العائله تاعك، ولكن كل واحد فيهم كل واحد يزيد لابنائه ابن. استاذ كل واحد بهمه. وهم هاد الاطفال شكون يحملوا؟ يماهم. كان قانون يجبرها الحضانه لها، لو كان يسبوها مريضه، لو كان يسبوها كما نقولوا ما تقدر فيها 2 مترات. قول لي الله يرضى عليك، هذه الزوجه اللي مزوج بها الان وراك ساكن عندها، هي كي سمعت بك انت ولادك راقدين في بيدون تاع كاميو تاع الزبل، كاميو تاع الزبل، يعني عادي بالنسبه اليها. باش ترفدهم ما تقدرش. راجلها شوف اسمح لي، انت تزوج بها على اساس انها تقوم بولادك. انا نحاسب هذه الستنسه تاعك على الاساس اللي روحت عقدت عليهم. جاوبني يا اخي. تفضل. جيت انا باش تجاوب ولا راك خايف؟ لا انا مانيش خايف. جاوبنا ولا خايف؟ قول. لا خاف ما خاف لا خاف. انت تزوج بها على هذا الاساس. خاطش بالك حتى انت وجاك بليس وقال لك لازم تعيش حياتك كيما المراه قالت انا نعيش حياتي. انا لقيت روحي خالط كيفاش ربي سبحانه مد الحضانه للام. انا قلبت الايه، انا ندير، انا الدور تاع المراه اللي تربي الاولاد، انا ندير الكوش، انا نطيب الحليب. ماشي انت باباهم. لا شوفي انا نمشي قانوني. انت ما تمشي، خلينا انا دركا في وهرب بصح انايا دركا نخرج من عندكم ديريكت لسعيد حمدين، نروح لوكيل الجمهوريه نقول ولادي هم عندي، باسكو علاه الحضانه في اسمها النفاق وطالع عليا وهم عندي وهي في وهران تحول. واش من النفاق اللي طالع عليك؟ انا شوف اسمع، اذا المراه ما قامت بواجبها وخلات الاطفال، يعني هذا يعطيك مبرر انت تبيتهم في شاحنه تاع زبل.
لا وانا ما نديهمش، ديتهم 6 سنين صرا فيا اللي صرا ربي اللي عاني. واش صرا فيك 6 سنين؟ شنو صرا فيا؟ خسرت دراهمي، شروعات، مشاكل. ولادك واش عليه؟ ولادك كيف عليك؟ لا واش ندير لهم انايا؟ ولادك واش عليه تخسر دراهم؟ تديهم يماهم. هذيك المراه اللي خسرت عليها 40 مليون. شوف والله غير تديهم يماهم، ترميهم تقطعهم الله يسهل. يا لطيف. المهم بوك تديهم يماهم. تديهم يماهم الله يسهل. تخليهم يزدوا يباتوا في الشارع. لا ما يباتوش في الشارع دوكا مع لهذا مع خويا. نعم، اسمح لي قدام ولادك تقول انه ترميهم نورمال وتقطعهم اذا حبت هذو زوج تديهم، هذو زوج تديهم نورمال. والكبيره؟ كبيره تروح عندي ما كاش مشكل. وعلاش؟ هذو زوج تديهم. وعلاش؟ باسكو هي على بالها في حسابها، انا نعرف العقليه تاعها، هي حابه تدمرني، باسكو هي البياج النهار الاول اللي تنازلت عليهم دايره في حسابها باللي مرا ما تقبلهم. يعني الدراري هما اللي خلصوا. بشرى مرحبا بك معنا في البرنامج. صافاكي بخير؟ لاباس. مانيش نشوف فيك، تقدري نشوف نهضر معاك. بشرى شافي عمرك؟ 13 سنة. تقراي بشرى؟ تحكي لنا بشرى وين كنتوا بايتين البارح؟ لا هما الزوج اللي كانوا معنا، كنت في دار عمي. انت كنتي في دار عمك، وخاوتك الصغار وين باتوا؟ اكرام ومحمد؟ باتوا في الشاحنة مع بابا. مع بابا. كيفاش راكم تعيشوا بشرى؟ مش كيما حياة الناس. واش راكي حابه بشرى؟ ويديروا حل محمد وإكرام. وانتي؟ أنا نورمال عند عمي بصح هما الزوج. محمد صافا بخير؟ لاباس. الحمد لله. وين كنتوا بايتين البارح محمد؟ البارح عند عمي. البارح شاحنة. واش مش شاحنه؟ شاحنة تاع الزبل. تاع الزبل. تقرا محمد؟ ما نقراش. ما تقراش وعلاش؟ كنت نقرا عند عمي راح تخرجتني. عمك خرجك من المدرسه؟ لا هي خرجتني. شكون هي؟ هي شكون؟ ماما خرجتني. ماماك خرجتك؟ ايه. ودوكا ماكش تقرا؟ ما نش نقرا. شحال في عمرك محمد؟ هم؟ شحال في عمرك؟ 8. وين خرجت ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إنما اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا، هذا هو اليتيم. أنا مانيش موافقك أنك جاي باش تمد أولادك، ليه من للناس تديهم هي. هذه ما اديتهمش. تديهم. أنت رجل الواجب أنت تقوم. انا ما تديهمش. ما اديتهمش، خلينا ما اديتهمش. ولا أنت رجل، أنت اللي لازم تشقى وتتعب وانا شقيت وتحمي أولادك. كاين إنسان يقول بزاف عليا على أولاده، تخدمهم حتى تموت، حتى النهار اللي تدخل إلى القبر ما كاش منها زعما 6 سنين بزاف عليا. مالك كاين أب يقول بزاف عليا؟ لا أبدا. ما كاين حتى يموت هذه. هذا هو يأمن بمنطق أن 6 سنين خلاص تكمل تخدمهم. وهي واش دير تحوس؟ الله يسهل، هي مطلقة عندها الحضانة، ما قامت بالحضانة نتاعها. دوك نزيد نوضحها لك مليح، خليها كيما راهي هكذا، ما نديهمش لوكيل الجمهورية، ندي ولادي أنا عندي، وهي كل شهر ندير لها 2,400 كما حكم لي القانون، وهي تحوس ما كاش مشكل هكذا كما نقولوا باش تزيد. لا هذا الشيخ، هذا مشكل آخر وحقيقي الله مطروح. يحفظك. نعم. لما الأم تأخذ الحضانة الوثائق، قلنا القاضي يتعامل مع وثائق مع ملف، ولكن يبقى الزوج يدفع الملزم باش يدفع النفقة، وهو غير ملزم. يعني فعليا هما عنده، ولكن على الورق هما عند الأم تاعهم. وعادة المال القضاء ما يعترفش، يعني حتى تقول له أنت أنا راهم عندي ما يعترفلكش. هذه قضية أخرى، هذه نقدروا نأيدوا فيها، ولكن هاو الدولة بيتهم شاحنة تاع زبل، هذه حاجة ما نقدروش نأيدوك فيها. أنت ياك تنتقم ولادك، عندك مرأة وعندك دار، هذا المرأة علاه جبتها؟ تديهم. المرأة اللي ما تحبش المرأة ولادك. ما تقبلهم وعلاش؟ والله ما تقبلهم امرأة، أنا نقول لك. كيف ما تقبلهم؟ شوف تزوجت في كل ولاية. درت كوكتيل، قلت بالك الجزائر مش مليحة، صوتيت الجلفة مسيلة بالسهل. وش بيهم هذا الأطفال؟ علاه ما يقبلون؟ على باليش. أني شو عاقل وش خصهم شنو؟ وكي تلحق شوف تزوج بالدراهم، وكي تلحق المحكمة أنا نكتب عرائض عليه باللي راح نطلق ومن كلش، جوج ما يستعرفش به. وانت علاش ما تخلص وتربح يا حسين؟ ما يقولهاش عليها قبلتي نهار المسؤولية. بالك هذا النساء ما يقبلوكش انت ماشي ولادك. حسين. لا أنا ما بقش يقولوا لي. قول لي. شوف أنا قول الصح. ها؟ والله العظيم. شوف يا شيخ
قسما بالله العلي العظيم ويسالني ربي يوم القيامه على هذه الكلمه. الجلفويه قالت لي انت قطعه من الجنه. انت قطعه من الجنه. قالت لي خساره مع انك بيت ولادك في قالت شهاده. لي لو كان ما جوش عندك الدراري هذا. حسين عوضا حسين عوضا ما ترمي ولادك للشارع وللناس تقول ما نرميهمش عليهم. ما نرميهمش. علاش ماشي الافضل تحوس الناس لا. يعاونوك تكري دار وتدي ولادك تعيشوا في دار لو ما واحده؟ جيتش انا ولكن الاخت عائشه عنده دراهم اوصف 40 مليون على مراه. قال لك عندي هذا ما عندوش مشكل باش يكري دار. انت على ما تحب تكري دار. واش ما تكريش مع ولادك؟ الحمد لله كثر ربي. انا نعرف حاجات تمشي رجله تديهم يماهم. لو كان جات يماهم مريضه معوقه ميته معليش كيفاش ما دارهمش حل واحد اخر ما يساعدكش. ما يساعدني حتى حل. اذا انت والزوجه تاعك راكم في حرب يتشابهوا يخلصوا الدراري. هي ما تدخل في الجامعه هو ما هم كم يتعزبل. راكو كيف انا ما رميتهمش في كم يتعزبل. انت اللي بيتهم كم يتعزبل. انا بيت معاهم. انا والله ما نقبل ولادي يباتوا كم يتعزبل. ما عندكش حنانه انتيا. الحنانه ما عندكش. لو كان عندك حنانه ما تبيت ولادك في الكاميو تعزبل. يا شيخ والله غير غلط ما على بالكش. عندك الدراهم قلت لي انا بزناسي عندي دراهم. الحمد لله راك تخلص من الشركه وتبزنس. ما كنتش قادر تبيتهم في الاوتيل. شحال يدي عليك اوتيل؟ هذا كي جينا من الكوميساريه كنت بالكاميو عيطوا لي الكوميساريه. ايه من بعد باسكو انت دوك نفهمك. روح الاوتيل خلص 700,000 وبيتهم مليح. دوك نفهمك. كي رميتهم عند الجاره قلت لها شديهم دوك نجي. خليتهم عند الجاره. هذيك الجاره شغل باصاتها. اديتهم هذيك الجاره لاختي. اختي طلعتهم الكوميساريه وعمتهم تديهم للكوميساريه. ما حبش يقبلهم راجلها للاسف. يعني ممكن كلام معقول ولكن قضيه كما الشيء اللي تحكي فيها انت هذا ما يصلحش باش يكون كاين تحقيق. نعم لا يعني تحقيق ان هذه ام عندها حضانه ترمي بنتها عند جارتها وتروح تختفي والامر يفوت هكذا يعني. هو خلاص هو احنا خلاص انا جرمنا الام خلاص. احنا ماشي انا مع الام افهمني. انا اللي معاك انت كرجل عاقل. هذا المراه خلات ولادها والحضانه لها خالفت القانون وخالفت الشريعه. دوك واش نديروا؟ الحل الوحيد اطلب منه الشيخ اطلب منه شيء واحد. نعم اطلب منه شيء واحد ممكن هو جاوبك عليه. تقول له انت كرس حياتك لابنائك خلاص زواج جيد. لا اطلب منه قول له كرس حياتك لابنائك بدون زواج. يرفض. ما يقدرش عنده زوجه. لا ماشي هي الزوجه شيخ. يعني هو راح يخير بين ابنائه وبين الزوجه السادسه. اذا اختار ابنائه يخسر الزوجه السادسه ويعاود يرجع كما كان. هل هو مستعد انه يكرس حياته يعني هذا هو السؤال. انا نقول ربي يخلف يا حسره. انت مستعد تضحي على اجل ولادك؟ انا خلص منه وخلص من هي عادي نورمال. وانت تهدر في المحكمه يقول لك اسكت. حسين باسكو له حقوق المراه. انت راك تقول تديهم قال لك انا كوميسار قال لي هي تعيش حياتها قال لي انت تديهم. احنا نتحدثوا منطق وعقل. كاين اللي كيما انت يعني يجيو للمحاكم يبكيو يطلب عنده اكثر من 5 ابناء يطلب من المحكمه باش يديهم هو يربيهم. يعني اللي مدوا الحضانه الام هو يبحث عليهم. كاين اباء اللي ما يعودوش الزواج كرسوا حياتهم لابنائهم وابنائهم بنات يعني صعب باش تقوم بالبنت. يعني الناس تختلف من انسان لاخر. وكاين ناس اخرين يعني اللي عندهم مجرد طفل ما يقدرلوش. وكاين اللي لاجل وكاين ناس سخروا حياتهم لاجل اولادهم بعد ما طلقت ولا ما راجلها يضحيوا بكل شيء. يعني انت المشكله انك تسخر حياتك لاولادك. يعني الحل اما تديهم هذا المال سخرها وهي تعيش حياتها يا اخي هذا. حسين خلاص انت كي طلقتها واش دخلك فيها تعيش حياتها ولا إليها. لازم تفهم ها هي حاجه. ما قامتش بالواجب تاعها. ترمي ولادك. سأليه ما تقومش بالواجب. تسالني انا وانا الربع ما كانش. فرضا هذه السيده تزوجت. الله يحفظك. سقطت الحضانه سقطت الحضانه شرعا وقانونا. فرضا هذه السيده تزوجت بشخص اجنبي. انت تقبل بناتك يتربوا عند شخص اجنبي؟ ما تقبلش. واش تعمل من بعد؟ نديهم الان. هي مش متزوجه. وانت ما راحتش فيها مش متزوجه. ما يدير فيها في سكاره. لا نظن بانه لا انا نظن بان انتم نعاود نقول لك بيناتكم جا فيها سكاطت لاولادو ما شاء الله. الناس راهم يحوسوا بريق الناشف باش يدوا اولادهم. صح. الناس راهم يبدوا دراهم يروحوا للخارج باش يديروا عمليه جراحيه باش يكون عندهم اطفال. الدراري هذول صراحه يدخلوني الحبس شباب. الشريعه تقول في هذه المساله ان الحضانه حتى هذا الاب تسقط. حتى انت تسقط حضانتك. هذا المراه سقطت حضانتها اذا كان الامر كما تقول. حتى انت مادام لان الحضانه قائمه على الشفقه. قال العلماء لما عنده الشفقه على اولاده حضانته تسقط. انت ما عندك شفقه. وهنا لما تروح الحضانه انت مستعد هذا لازم الدوله تديهم.
وهنا الحضانة الكفاله، لا نروح الى تديهم الكفاله. الشيخ ما تديهمش الدولة، تديهم يماهم. يماهم ما حبش يماهم ما تديهم. يستفاد. لا ما تديهمش، وراه تديهم. الإجبار، وراه الردع القانوني، تديهم بلي كثر خير. انت راك حاب يجوا الشرطه يفدوهم يدوهم لها بالقزول تديهم. يقولوا حضنيهم. أستاذ، هنا كيفاش الدولة تخشاتهم تديهم؟ بلا وهان وتخليهم. تديهم. الحضانة للأم ثم للأب ثم للجدة للأم ثم الجدة للأب ثم للأعمام ثم للأقربون. هذا هو القانون واضح جدا، يعني ما فيهش كلام. ولكن مثل هذا المواضيع يخرج منها القانون. اذا هذا الناس القانون ينظمها المواضيع هذه، ولكن يخرج منها القانون. لأنه أنا متأكد بأنه أنت لغرض معين، خلينا من النفقة يعني هذا حقك تتحدث، ولكن لغرض معين تحب تربط هذه السيدة بالأبناء، وهي لغرض معين تتنازل الأبناء لأنها عارفة احنا يرجعوا ليك، لأنه ما كان حتى يصلح تكفل بهم. باش تدمرني. لا هذا كلش دمرني. ما هي تديهم. تعاقبك وانت حاول تعاقبها، تحب تعاقبها. أنا ربي هو اللي خلصها، ربك يمهل ولا يهمل. مفتخرة بصحتها زعما، ربي هو اللي خلصها. أنا راه ربي اللي عالم دراري هذا واش درت عليه. انت تريد الانتقام، مش راك حاب هذا ربي هو ما تنتقم المنتقم. منها. أنا والله غاشوف يا شيخ، والله غير ربي اللي عالم أنا على أولادي واش درت. واش راك حد أنا ربيتهم، غسلت لهم، طيبت لهم، ومن بعد ولاد هذا من واجب اقل شيء. وليت ندير الميناج على جالهم، وليت هذا يوم بعد. ما عند ربي راني صافي، ما خليتش ولادي نعم. أي حاجة. إكرام علاش ما يتقرا؟ ها إكرام علاش ما تقراش؟ ما كنت عند خويا. وبعدها شوف يعني حتى خوك قال لك ما. شوف هي التعليم إجباري. ولكن تعليم نعم. إجباري، تعرف معناتها إجباري؟ معناتها بالسيف عليك لازم تدير الشيء هذا. لما توجدي وضع كيما هذا واش تقولي يعني؟ تلومي الأم تقدر تكون جاهلة، تلومي الأب، شكون تلومي الآن؟ مصالح الدولة. طبعا يعني ما نغطيوش الشمس بالغربال، يعني كل شيء واضح. هناك عائلات أجدر بأنها تأخذ الأبناء تاع ناس آخرين. أنا ما يهمنيش كل الأب تاعو والأم تاعو، مادام ما يستاهلوش، مادام ماهوش قادر يوفر له ضروريات الحياة. الطفل في الأول والأخير يبحث عن حياة جميلة، يعني طفل يبحث عن حياة جميلة، يبحث عن من يرعاه، عن من يقدم له الصحة، عن من يقدم له الكسوة، عن كل الأمور اللي ممكن تنمي الطفل في وضع طبيعي. هذا وضع غير طبيعي تربية أطفال. انت ماكش اهل لتربيه هؤلاء الابناء، ما قدرتش عليهم، جيب انا نديهم نعطيهم عائلات اخرى. نعم. تتمنى يكون عندها طفل باش في الاخير ربما تورث له الاملاك، تورث له الاخلاق والمبادئ، تورث له كل شيء. ولكن غير معقول ان يستمر الوضع هكذا، غير معقول اطلاقا. كاين عائلات الان يشوفونا مستعدين يتكفلوا بهذه الاطفال. ما نمدهمش. وين تبي تخليهم؟ نديهم وين تبيتهم؟ نزيد نحفر ونمشي كيما راني كنت نمشي في الطريق. تبيتهم في الحفاري؟ لا نمشي في الحفاري. شيخ انت شوف، انت تلام في حاجه. انت عارف بان الام تاعهم راهي هملتهم، يعني حتى كي يكونوا معها ما راهوش في امان. صح. وراك تلح باش تعطيهم لها، يعني طفل صغير رماته في المسجد. يعني كيفاش يعطيك قلبك تمد ابنائك لام ما هوش معها في امان، ام انت تقول بانها مهمله، وتخلي ربما عائلات اخرى اللي يحتاجوا عائله محسنه افضل. صح. لو كان كان في الجامع وديكلاريت بها انا، واش دار لها القانون؟ ما دار لها والو، بدليل انك راح تعطيها الاخرين اللي مازالوا. ما دير لها والو. ماشي كي تروح تخطب صدقني هذا طابي هذا. نهار اللي يجوا يتمكنوا يديروا لي دريت فامي يتقاليزا في البلديه تولي هضره واحده اخرى. نعم. باسكو امو راه تريميسا قويه. بشرى حق عند ربي ماشي. نعم. انت لو كان يما كيتشوف فيك عبر برنامج ما وراء الجدران، واش تقدري تقولي لها؟ قولها بلي انتي ماشي ام، وانا ما يشرفنيش نتربى عندك. لا تقولي هذا لامك، انت لا تعرفين الحقائق كلها. راهم يتقذفوا الاطفال اخت عائشه. نعم. كاين حقد بين الرجل ومرته. ما كاينش والله. كاين حقد، واش تقولي كاين حب ولا؟ يا شيخ والله كاين حقد، هي راهي تخليهم له باش تدمروا، وهو يحاول يردهم لا باش زعما يدمرها. على وزيرة التضامن ان تتدخل، وهذا الاطفال تنحيهم من هذا الوسط الموبوء. على وزارة العدل ان تتدخل وينحيهم من هذا الوسط. كاين عائلات شريفة كريمة عندهم حنان يقوموا بالأطفال. لما هذا الراجل يصيب حل يعرفوا ولاد وين يصيبهم،
شوف الى حين ذلك وجه كاين عائلات محسنه لا. يقدروا يعاونوك باش يتربوا هاد يوم الدراري. اللي هي على كانوا الاقل على الاقل اسمح لي محمد، اكرام ومحمد يدخلوا يقراو على الاقل. هذا ابسط شيء نقدروا نديروه، يلتحقوا بمقاعد دراسه. فهمت انا والله ما معليش. فهمت. تسمى المراه تسمى هذو الدراري اللي زعما نحوف بهم يا نموت حسين. بهم ندخل على رجالهم للحبس وهي اي تحوست معليش شوف نديروا مقترحات اثنين تمام. تتكفل بهم وكذلك شوف شكون يعاونك فيهم. بصح من الضمير لا والضمير اصعب اكيد والله العظيم. والله الضمير اصعب. الاخت عائشه هو ضمير يتهنى كي يودهم الى كسرت لهم يدهم. انت فهمني اي ضمير هذا تتحدث عليه انت؟ يماهم اي ضمير؟ يماهم كي تقتلهم تقطعهم واش عليه؟ ابدا. يجوز تعطيهم لا باش تقتلهم. يماهم ماهيش مهبوله. مش هذا بنادم في الدنيا تبلط وتكذب عليهم الناس. نعم وجهني غدوة عند ربي فضلك حسين. ان شاء الله ربي ينتقم منها شر الانتقام هذا ما كان. نعم. والان كي حين تخرجوا من عندنا البرنامج وين حين يروحوا هاد الدراري؟ يروحوا معايا للدار. واش بالدار؟ يروحوا معايا للدار عندي. واذا ما تك ما أنا قبلتش ما قبلتش نزيد نمشي. وين تمشي؟ ما الطريق هاي باينه. للكاميو تاع لا الزبل نمشي تبات لا, انت. لا يا شيخ ما تهدرش هكذاك والله ما هكذا. هو كيف هذا؟ لا جاوبني هذا هم ولادنا سات. كاع. مشي للسات. أنا وين يجيب ربي 7. كيفاش راح السابعه؟ للسابعه للزوجه السابعه. نمشي والله ماني حابس. اين الحل وهذه السابعه راك ضامن تقوم لك بولادك. والله ما على ربي بالك ربي سبحانه وياه. اذا نشكرك حسين. الله يسلمك. ان شاء الله ضميرك يصحى باش ما تخلاش على هاد الاطفال. ان شاء الله. ان شاء الله. وهي خلصها ربي ان شاء الله. استاذ هذه القضيه واش تعليقك عليها في كلمه او بكلمه؟ احيانا كي تشوفي حالات كما هذه تعرفي بان القانون مجرد حبر على ورق. صحيح شيخ. والله انا ندائي للعائله الكبيره تاع هذا الرجل ان ما يخلوش هذا الاطفال يتشاهدوا عند الناس، وانا نحب ننصحه هو ينسى هذه المراه، اجعلها في حكم الميته، ما لا تنتقم من خلال اتخاذ الاطفال هما اللعبه بين الرجل والمراه. شكرا شيخ. اذا مشاهدينا انا نقول لكل العائلات المحسنه اللي حبت تتكفل بهذه الاطفال 3 ولو على الاقل على طفل واحد، في 2 لازم زوج برك ولا واحد ولا يعني راهو الاب راهو يطلب يتكفلوا غير بزوج، يتكفلوا بمحمد واكرام الصغيره. بشرى انت تقعد عندك يتكفلوا لك غير بهذا الزوج. يعني اذا مشاهدينا اذا حبيتوا تكفلوا بمحمد ولا اكرام اتصلوا بالحصه ان شاء الله حنساعدوكم على فعل الخير، على الاقل ما يباتوش هاد الاطفال